البتنجان ولا تحمريه ولا تقليه ولا تسلقيه ولا اي حاجه. هقول لكم النهارده انا عملت ايه، طريقه سهله جدا وبسيطه وهتديكوا الشكل التحفه اللي في النهايه ده بجد، وطعمها جميل جدا. يعني تعتبر اكله نباتي، اكله صيامي من غير فول صويا، اكله كمان دايت، لان هو مش متحمر خالص وخفيف جدا جدا جدا، والحشوه كمان ولا اروع ولا اسهل. هقول لكم كل التفاصيل عشان تطلع معاكم بالشكل ده وبالطعم ده ومتماسكة ومتناسقة وشكلها شيك جدا في التقديم. بس لو أول مرة بتشوفوني، أنا اسمي مريم ودي قناتي. لايك وشير للفيديو ده وكومنت حلو لما تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. أول حاجة معايا خالص هجيب البتنجان الرومي الحجم كبير ده، وحاولوا يكون حجمه يعني تكون طويلة كده مدية على الطول شوية عشان تعرف تتلف معاكم، وحاولوا كمان يكونوا تقريبا قد بعض. وغسلتهم كويس جدا، حطيتهم في ميه وخل ودعكتهم من بره كويس جدا. وبعد كده هقطعهم شرايح. الشرايح ما تكونش تخينه خالص، الشرايح تكون يعني وما تكونش رفيعه تتقطع، وما تكونش تخينه او سميكه عشان تعرفوا تلفوها، يعني حجمها حلو كده. قطعتهم بالشكل ده الكمية كلها. حطيت في المية دي دي مية عادية جدا في الطبق، حطيت فيها ملح علشان أسيب البتنجان في حدود 10 دقايق كده تقريبا عشان ينزل المرارة بتاعته لو هو فيه مرارة. وبعد كده اقول لكم هنعمل ايه. سبته بقى شويه، بعد كده صفيت الميه اللي فيه كلها، وابتديت ان انا ارصه في الصينيه وهدهنه دهنه كده خفيفه من الزيت على الوش ده. طبعا بعد ما صفيته من الميه بمنديل كده نشفته كده، كل واحده بسيطه، يعني هي مش بتكون شاربه ميه. مشيت عليه كده المنديل عشان انشف الميه اللي فيه، ولما ادهنه بالزيت ما يبقاش ميه على زيت يعني. ودهنت كده دهنه خفيفه من الزيت، وبعد كده هبتدي ان انا اقلب البتنجان الناحية التانية وادهنه نفس الدهنة بالزيت برضو. وبعد كده معايا بقى هنا ايه، سلقت كمية من البطاطس. دول كانوا تقريبا كيلو الا ربع تقريبا. ممكن تمشوها نص كيلو او على حسب بقى ايه الكمية اللي انتوا هتعملوها من البتنجان. يعني كمية البتنجان هي اللي بتحدد كمية البطاطس بتاعتكم. ومعايا هنا شبت على بقدونس على كزبرة، قطعتهم صغير جدا وسايباهم هم على جنب. ومعايا هنا واحدتين فلفل رومي او اخضر، تقدروا تحطوا فلفل الوان. معايا هنا بصلايه متوسطه الحجم، ومعايا زيتون شرايح. تقدروا تحطوا كمان مشروم لو متاح، تقدروا تحطوا اي حاجة انتوا حابينها، ممكن جزر مبشور، يعني اي خضار تقدروا تضيفوه عندكم. فلفل الوان طبعا هيبقى تحفة. هنا البطاطس كنت سلقتها، سلقتها حلوة جدا كمان، وبعد كده هرستها بالشوكة زي ما انتم شايفين. سهلة جدا في الهرس ومفيهاش اي حاجة. ومعايا هنا طبق فيه حبة توابل كده، لزوم ايه بقى، يعني الريحة بقى تطلع كده وحاجة كده تبقى تحفة في الآخر. معايا هنا نص معلقة من توم البودرة، نص معلقة من بصل البودرة، بنص معلقة من توابل لحمة أو 7 بهارات لو موجودة تحطوا برضو نص معلقة، نص معلقة كاري، نص معلقة كركم، رشة فلفل اسود، والملح طبعا حسب الرغبة. بس تقريبا برضو حطيت في حدود نص معلقة كده تكون مليانة شوية من الملح. وقلبت كل الخليط ده كده مع بعضه، زي ما قلت تقدروا تضيفوا اي حاجة موجودة عندكم. ده الخضار اللي كان موجود معايا، فانا قلبته كده على بعضه وبس. كان عندي فلفل الوان، آم، بس ما حطيتوش في الخلطة دي، بس تقدروا طبعا تحطوه عادي جدا. حطيت بقى ايه البتنجان بتاعي في الفرن، خد يعني تقريبا ربع ساعة. اداني لون خفيف قوي قوي كده، بس ان هو يطرى اعرف الفه كده يكون سهل في اللف. بصوا يعني هوريكم دلوقتي، بصوا تبقى عامله ازاي، تكون سهله كده ايه ان انا الفها. هطلعها اشوفها سهله في اللف ولا لا. لو لسه ناشفه هدخلها تاني الفرن لحد ما تطرى شويه واعرف الفها. هحط من الحشوه دي على حسب بقى الرغبه، يعني انا كنت مكتره شويه عشان احنا كنا عايزينها كتير شويه.
وابتديت ان انا هلفها كده، وبعد كده هفصل ما بينهم بشرايح الطماطم. ممكن تحط شرايح فلفل، شرايح فلفل الوان احمر، شرايح فلفل الوان اصفر، يعني حلقات بصل، اي حاجة تدي شكل وقيمة غذائية كمان، لان هي بتستوي معاها بتبقى طعمها جميل قوي. بتاخد من طعم البتنجان مع كل حاجة بنحطها، وبتبقى طعمها حلو قوي. حطوا بقى زي ما انتوا عايزين شرايح دي الفصل، وشكلوا بقى اعملوا زي ما انتوا حابين يعني. حطيت شرايح البتنجان بعد ما لفتها بالمنظر ده، ابتديت ان انا ارصها في الصينية بتاعتي واخلص الكمية بتاعتي. كانت تقريبا بالظبط على قد الصينية اللي انا كنت محضراها. الصينية البايركس دي حجمها صغير على فكرة، مش كبير، بس خدت الكمية كلها. فشوفوا بقى كمية البتنجان المناسبة ليكوا وعلى أساسه تقدروا تحددوا الصينية. دي كمية البتنجان بتاعتي اهو، شكلها تحفة ازاي. بس كده هسيبها بقى، وبعد كده هعمل الصلصة او اللي انا هحطه، السائل اللي انا هحطه عشان يستوي كده معايا. حطيت معلقتين كبار من الصلصة، صلصة الطماطم العلب، حطيتهم في الحلة الصغيرة دي على 3 معالق من الزيت سخن، زيت سخن، وبعد كده نزلت عليه بال ب3 معالق من الصلصة. بعد كده نزلت عليها بكوباية من المية وربع معلقة صغيرة توم، وقلبتها مع الصلصة مع المية، وسبتهم بس كده يغلوا 5 دقايق. وبعد كده حطيت ملح وفلفل اسود بس. وبعد كده وهي سخنة كده حطيتها على صينية البتنجان ودخلتها الفرن على حرارة 200. مش بتاخد وش، مش بتاخد وقت، سوري، مش بتاخد وقت خالص خالص. هتلاقوا الوش ابتدى يتحمر كده معاكم، والسائل ابتدى يقل وتديكوا لون كده، تحسوا ان هي خلاص يعني مش محتاجة. فبس كده، وطفيت النار وخلاص. لقيتوها ما خدتش لون من فوق، وحسيتوا ان السائل ابتدى يخلص، فعلى طول ولعوا الشواية عشان تاخد لون كده من فوق وخلاص، لان كل حاجة يعتبر مستوية مش هتاخد وقت. هما بس يتشربوا كده من طعم بعض، والصلصة اللي احنا حطيناها تكون اتسبكت واتشربت معاها وبس. وقدمتها مع طبق رز بشعرية. بص شكلها عامل ازاي، تحفة تحفة بجد. في التقديم شكلها شيك جدا 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 فوق الوصف. طعمها كمان لذيذ قوي، وبسيطة وسهلة، وكمان سريعة جدا. يعني أي حشوة ممكن تحشوها. ممكن كمان الناس اللي بتحب الفول الصويا ممكن كمان تحشيها فول صويا مع البصل والفلفل والحاجات الحلوة بتاعتها دي، وحبة بهارات برضو، هتبقى طعمها جميل جدا. اوعدكم ان انتوا هتدمنوها بجد. في الصيام، في اكل نباتي، اكل صحي، من غير قلي ومن غير تحمير ومن غير زيوت كتير. لو وصلتوا معايا لحد دلوقتي اعملوا لي لايك للفيديو الجميل ده، وسبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتوش سبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل وصفة جديدة بنزلها هنا على القناة. واشوفكم بقى في فيديوهات تانية كتير جدا.